ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن مسلسل كارثه طبيعيه، وهنجاوب على السؤال اللي الناس كتير بتساله: هل فعلا المسلسل ده حلو ولا لا؟ وهل يستحق المشاهده اصلا؟ نبدا بالاول بالايجابيات، لان المسلسل الصراحه فاجئني جدا. اول حاجه الكوميديا في المسلسل مش معموله بالعافيه، مش من النوع اللي بيحاول يضحكك غصب عنك، لا الضحك بيجي طبيعي جدا ومن غير اي افتعال، وده لان العمل بيعتمد على كوميديا الموقف اكتر من كوميديا الافيه، وده نوع الكوميديا اللي قليل جدا دلوقتي انك تلاقيه معمول صح. فكره المسلسل نفسها بتخليك دايما مستني الموقف اللي جاي هيحصل فيه ايه، لان كل مشهد ممكن يطلع منه 100 تفصيله تضحك من غير ما تحس انهم بيبالغوا او بيهزروا زياده عن اللزوم. اما الايجابيه الثانيه فهي ان المسلسل فعلا بيحكي الواقع، مش قصدي الواقع ان اللي فيه شخص بيخلف 7 عيال، لا انا بتكلم عن الواقع الاجتماعي. الناس دي من الطبقه المتوسطه، لا اغنياء ولا فقراء، هم ببساطه انا وانت، ناس عايشه على قدها بتحاول توازن بين الاساسيات وشويه ترفيه بسيطه. يعني مثلا العربيه اللي بيركبها مش فخمه، الشقه ايجار قديم، بيشتغل في شركه اتصالات، يعني شخص طبيعي جدا مش مبالغ ولا خيالي. وده بصراحه حلاوه المسلسل، انه بيقربك من الواقع بدل ما يهربك منه. اما بقى الايجابيه الثالثه وهي من اهم الحاجات اللي خلتني اكمل المسلسل، فهو اداء الفنان حمزه العايلي. الراجل ده عبقري حرفيا، شايل جزء كبير جدا من الكوميديا على كتافه، بيجسد شخصيه الشخص اللي مضغوط من الحياه ومصاريف عياله بطريقه واقعيه جدا، بتحس انك شايفه في حياتك فعلا، او ممكن يكون حد جارك او قريبك، واحد بيشتغل شغلانتين علشان يقدر يعيش ولاده، وبيقدم الدور باتقان يخليك تصدقه في كل لقطه. ومن وجهه نظري الشخصيه المسلسل فعلا مش محتاج تطبيل، لانه ببساطه حلو جدا من ناحيه الاخراج والتمثيل والكتابه وحتى الايقاع. لحد دلوقتي شفت 4 حلقات ومفيش حلقه واحده حسيت انها بتموت او فيها حشو علشان يكملوا عدد الحلقات والسلام، كل ماشي برتم كويس جدا وممتع. دي بقى الفقره اللي الناس كتيره مستنياها، المشكله اللي كلنا عارفينها واللي خلت محمد سلام يجيب عننا سنتين. بص يا جماعه، في البدايه كده اللي عمله محمد سلام كان صح 100%. الراجل اختار يبعد شويه، وده في حد ذاته تصرف محترم، لانه رجع بحاجه قويه ومختلفه. والاصح كمان ان المسلسل اتعرض بعد انتهاء الحرب في غزه، وده في رايي خطوه ذكيه جدا لو كانت مقصوده، فهي لفتة إنسانية كبيرة منه. لأن لو المسلسل كان نزل وقت الحرب كنا شفنا كمية انتقادات من الناس اللي بتدور على الغلط. في النهاية دي كانت حلقتنا النهاردة، عارف إن الحلقة مش طويلة وعارف إن اتأخرت عليكم شوية، بس بوعدكم إن الفترة اللي جاية هيبقى في انتظام أكتر من كده إن شاء الله. استنوني في الفيديو الجاي وسايب لكم رأيكم في الكومنتات، شايفين إن المسلسل كارثة طبيعية فعلا يستحق الضجة ولا؟ بس كده أشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم. وتدفع كل خلاص يا شوق خلاص. خمسات انا حسبت مصاريف ال5 عيال، فلو قلنا ان هو يحتاج في الاسبوع 3 بامبرز، بالميت 6 في اليوم، يعني البامبرز بس اكتر من مرتبي. ده انت كل خطوه بتاخدها كده اضرب في 5. وحش قوي النوع ده يا استاذ، ما تجيبوش. يا ستي وحش ولا حلو احنا هناكله، وفي الاخر يعني هيتملي ايه؟ اقسم بالله ولادي. العيال دي بقى زازاتها فين؟ نسيت موضوع الاسم ده خالص. هلا نوره مروه تمام يلا. مين فيهم السخن ومين اللي بيرجع؟ ده السخن وده اللي كان، لا ثانية، ده السخن وده اللي كان بيرجع. انت ملخبطاهم كلهم على بعض يا ماما. الوضع اللي انا فيه ده وضع مش طبيعي، انت سبت الشغل والايجار اتضاعف عليا، يعني كلها شهر بالكتير مش هنلاقي ناكل ولا نسكن في حته كمان. ما تخليش الضغوط الشخصيه اللي في حياتك تاثر على شغلك. احنا مفيش حاجة ينفع نعملها هنا ما عملناهاش. لما يبقى معاك قرش تقدر تصرف بيه على مراتك وعيالك يبقى تعالى يا محمد. افرضي بقى سافرت وما لقيتش شغل، تعمل ايه ساعتها؟ انت بتعمل ايه هنا برضه يا محمد؟ مش هشارك انا في الجنان ده. مش بمزاجك، انا ماليش غيرك. انت هنا مش هتعرف تحقق اي حاجة. انزل اسرع عشان اصرف عليك. محمد شعبان ماله شعبان؟ ما هو شهر كريم.